انا اللي ربنا ادهوني اكتر ما بحلم بكتير. بتحس بكده؟ ياه، انا عندي رضا غير طبيعي على الحياه اللي ربنا ادهاني من 10 سنين فاتوا. رضيت بما قسمته لك، أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا. اللهم لك الحمد والشكر في الأولى، ولك الحمد والشكر في الآخرة، ولك الحمد والشكر من قبل، ولك الحمد والشكر من بعد، وآناء الليل وأطراف النهار، وفي كل وقت وحين، ودائما وأبدا. الحمد لله حبا، الحمد لله شكرا، الحمد لله يوما وشهرا، الحمد لله عمرا، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله على ما قسمه الله لنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني من آخر فيديو نزلت معاكم، بحبكم في الله. ربنا ما يحرمني أبدا منكم يا رب، ولا من نصايحكم ولا من وجودكم أصلا في حياتي. بجد والله بشكركم على خوفكم عليا وعلى ولادي. كتير منكم نصحني بان انا ما اشغلش الدفايات للولاد وهم نايمين، لانها بتكسر الاكسجين اللي في الاوضه لما يبقى مكان مقفول. ده غير ان هي خطر، ان هي لا قدر الله ممكن تسبب حرائق او مس كهربائي او كده. فانا عايزه اقول لكم ان انا عملت بنصيحتكم من اول يوم شغلتها، بقيت ان انا ادفي الاوض وبعدين اطفيها. ده بالاضافه ان انا ما بحطهاش على فرش او على مكان يكون قابل للاشتعال، يعني بحطها على ترابيزه او على مكان بعيده عن الفرش خالص. بس اللي حصل هنا ان في دفاية من الدفايات يعني باظت كده وما اشتغلتش خالص، مع ان احنا لما كنا في المعرض جربناهم كلهم وشغلناهم. لما جينا البيت هنا اول يوم شغلناهم كلهم اشتغلوا. في واحدة بقى مرة واحدة كده راحت ما اشتغلتش، وقفت خالص. فاللي اشتغلت معانا انا كنت جايبة نوعين، النوع اللي هو 3 شمعة والنوع اللي هو الاتنين شمعة. فاللي اشتغلت معانا وما زالت شغالة وكويسة هي الاتنين شمعة. ال3 شمعة دي هي اللي عطلت مننا وما اشتغلتش تاني. فانا قلت لابو يوسف خلاص خد اعمل لنا استبدال للي هي باظت، لان احنا معاها ضمان سنه. فاعمل لنا استبدال اللي هي بايظه مش شغاله، وغير لنا التانية دي، هاتها لنا 2 شمعة. وكمان اللي انت هتبدلها برضو هاتها لنا 2 شمعة. فانا هنا حطيتهم له في العلب وفي الاكياس، وحطيتهم له كمان معاهم الفواتير وشهاده الضمان. وابو يوسف اخدهم راح يبدلهم. وبالمرة كمان يجيب لنا لحمة أو فراخ على حسب بقى اللي هيجيبه عشان نطبخ للولاد. فقلت كده استغل الوقت اللي هو على بال ما يروح ويرجع، عشان أول ما يجي على طول من بره هبدأ إن أنا أحضر أكل والكلام ده كله. فقلت إن أنا أدخل على التنظيف والترويج وأرتب الشقة كده وننضفها ونعمل روتين حلو مع بعض وندردش ونتكلم. وكمان لو وراكي حاجة تقومي كده بعد ما تشوفي الفيديو بتاعي، شوية كنسة شوية غسيل، أي حاجة عندك كده تقومي تعمليها على طول. يعني بصوا هنكنسل البرد والكسل، نكنسله من حياتنا. بصي يا بنات، انا لما بتكلم معاكم وانا بمنتج الفيديو انا يعني بتخيل ان انتوا كلكم قاعدين معايا كده، احنا بندردش وبنتكلم، مش اللي هو ببص في شاشة التليفون واشرح لكم انا عملت ايه وسويت ايه وكده. فده لو دل على شيء دل ان انتوا قريبين من قلبي، وان انا يعني خلاص اعتبرتكم يعني جزء كده من يومي. واللي هو بصوا المكان الوحيد اللي بهرب منه، اللي بهرب من الدنيا دي كلها، واللي هو ادردش واتكلم وفضفض معاكم. فاي كلام بيبقى طالع مني طالع من القلب وكلام صادق، ومكنش فيه اي مثلا زواج ولا اي حاجه من دي خالص. بالعكس لما يكون في حاجه يعني بطلب منكم نصيحه، ولما يكون في حاجه انتوا نصحتوني بيها وانا مش هينفع ان انا اعملها، بوريكم وجهه نظري، بوريكم انا مش هعمل بنصيحتكم ليه. فمعلش استحملوني الفتره دي. انا عارفه ان في ناس كتير بتنصحني بحاجات يعني وفي صالحي وفي صالح ولادي وفي صالح المكان اللي انا عايشه فيه، بس للأسف هي ممكن تكون بعيدة كل البعد عن إمكانيات الفترة دي. فعشان كده ما تزعلوش مني، ولا تقولي ان انت مش بتاخدي بنصيحتنا، بالرغم ان انت بتطلبي مننا ان احنا ننصحك والكلام ده كله. لا والله ابدا، انا باخد بنصايحكم. طبعا بيبقى فيه نصايح كتيره وفي تعليقات كتيره، بختار منها اللي هو قريب لوضعي والامكانيات اللي في الفتره الحاليه. تمام، فده اللي بنفذه. في نصايح حلوه جدا، ينام كل حد لوحده والكلام ده. وكمان جو برد عليهم ان هم بيناموا في الاوضه التانية لوحدهم، وشويه بيناموا يعني بصوا مقسومين فريقين، فريق بينام في الاوضه دي وفريق بينام في الاوضه دي. فبحس ان الاوض ساقعه وبارده. فقررت كده ان انا امبارح ان انا اجيب لهم الفرش كله وافرشه لهم هنا، واللي هو يناموا كلهم في اوضه واحده، بس مش في سرير واحد ولا في مكان واحد، اللي هو بيناموا عكس بعض، واحد بينام كده وواحد بينام كده عكس بعض. تمام. فلما ناموا مع بعض والاوضه اتفرشت، حسيت الاوضه دفيت. يعني بصوا الاوضه لما كان فيها كذا نفس فيها، ما شاء الله ربنا يحفظهم لي يا رب، كلهم كانوا نايمين فيها. مثلا بيجي بالليل اقفل الباب وكده عليهم، والدفايه بدفلهم الاوضه في اول الليل، فحسيت ان المكان دفي.
اما بخصوص الاوض بتاعه الاولاد فابو يوسف هيكلم ورشه دي مثلا تاخد مقاسات الاوض وتشوف مثلا التكلفه هتكون كام، هيبقى نظام تقسيط ولا هيبقى نظام كاش. يعني بصوا اللي هو هناخد خطوه في الموضوع ده حتى لو ما اتنفذتش، بس يبقى عندنا خلفيه عن الدنيا عندنا والاسعار هتبقى عامله ازاي والتصميمات وايه اللي هينفع وايه اللي ما ينفعش. فانا قلت ناخد الخطوه دي حتى لو هي مش هتتنفذ الفتره دي، بس على الاقل يبقى عندنا خلفيه مش اكتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الشاور يا بنات فأنا لسه فعلا ما استعملناهوش لأن لسه فاضل فيه السباكة اللي هو الحوض والحوض الوش والخلاطات بتاعة المية والدش وكابينة الشاور والكلام ده كله لسه الحاجات دي كلها ما ركبتش، وكمان الباب لسه مركبش عليه. وبرده السخان يعني عايزه اقول لكم ان المكان من غير سخان مش هينفع نستعمله لان احنا الجو برد. لو في الصيف كنت اقول لكم ماشي، انما في البرد اللي احنا فيه ده فلازم يركب سخان عشان نعرف نستعمله. فانا عايزه اقول لكم والله العظيم انا مستعجله اكتر منكم ان كل الحاجات دي تكمل وتركب ونستعمل المكان المنطقه كلها، يعني الاوض الولاد يستغلوها في النوم وفي اللعب وفي قعدتهم والشاور يستعملوه والكلام ده كله. انا متحمسه والله زيكم واكتر كمان، لان الواحد عايز يشوف ثمر التعب وكده قدام عينه في الاستعمال والاستغلال للحياه اللي احنا عملناها دي. حاليا احنا مش بنستغل منها اي حاجه خالص غير بس ايه، ان المكان هدي ونضف وترتب، وده برضو في حد ذاته انجاز كبير الحمد لله اللهم لك الحمد. بس انا في البداية لما اتكلمت معاكم وفتحت لكم قلبي واتكلمنا بالعامية كده، بصوا انت حد قريب مني فخلاص انا بتكلم معاكم بفضفض باستفاضة، يعني مش اللي هو بحط حدود، لا بتكلم معاكم على طول. فانا قلت لكم انا مش فارق معايا ان انا اخلص كل ده قد ما فارق معايا ان انا اسست صح، بس كل الحاجات التانية دي تيجي مع الوقت. لكن اهم حاجة فعلا عملتها ومش ندمانة عليها ولا على البهدلة اللي اتبهدلتها من تعب وتكلفة ويعني بص حياة الى ما لا نهاية كده. يعني في حاجات كده ما بين قوسين كده ما ينفعش احكي فيها، بس المهم ان في الاخر النتيجة كانت مرضية، والنتيجة هي دي اللي أنا كنت عايزاها. كله يهون وكله يتنسي بس اللي هيفضل معايا هو النتيجة النهائية اللي انتوا شايفينها بعينكم دلوقتي. عايزه اقول لكم ان انا صاحيه النهارده كل نشاط كده ان انا اقوم افتح الشبابيك والبلكونات واشد الفرش بتاع الولاد اطلعه يتشمس واكنس وانضف واروج، يعني على غير العاده. الواحد كان بيصحى في الاول للشقه الكئيبه الاولانيه دي ويبص لها كده، يعني الواحد كان بيعمل والله مش هقول لكم مش بينظف كده بس مش بالحماس ده. يعني الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. بصوا الترابه دي كلها اللهم صل على سيدنا النبي، لان كنت كان في برميل كده مركون كبير اللي هو عشان يركبوا عليه يعملوا لي الكهرباء تمام. فالبرميل ده كان عليه مكان كسر وتراب والكلام ده كله، لما يجوا يشيلوه طلعوه بره فالترابه وقعت على الارض. طبعا كنت فاتحه الشباك وكان هوا شديد فطير لي الترابه دي كلها. عشان كده النهارده قررت ان انا اشيل الفرش كله واكنس، يعني اللي هو اكنس على النظافه، اللي هو اجيب كل حته في المكان وفي الشقه كلها بنظافه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده غير برضو ان هم كانوا عاملين لي فواصل السيراميك، كانوا عاملينها لي اللي هو الجبس الابيض او الاسمنت الابيض، فطلبوا مننا ان احنا ما نغسلش الارض اول يوم ولا تاني يوم. فانا كنستها، بس طبعا انتوا عارفين الاسمنت الابيض ده خفيف فهو بيطير، فانا كنستها لكن طبعا كان المكان فيه اثر ليه. فلما جيت كنستها تاني النهارده لسه فيه اثر اهو زي ما انتوا شايفين كده، ترابه خفيفه كده طالعه او طايره في الجو عليه على الفواصل ان هي تبقى بيضة كده ومليانة معبية، يعني مش فيه فراغات علشان المنظر يبقى حلو ما رجعش للمشكلة الأولانية تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بالنهار عندنا الشمس حلوة، افتح الشباك افتح البلكونه يدخل لي شمس كده يدفي لي المكان وينعش لي الدنيا، تحس الدنيا كده منتعشه. انما بالليل اجركم الله من البرد اللي احنا بنبقى فيه تلج، يمكن عشان المكان فاضي شويه فاحنا حاسين بالبروده اكتر من المعتاد، يعني اكتر من الطبيعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا كده على سيدنا الحبيب المصطفى ولايك للفيديو لو تكرمتم. لو الفيديو عجبكم، لو الفيديو مش عجبكم هنعمل ايه؟ هنعمل ديسلايك مش مشكله. المهم ان احنا ندي تفاعلنا كده على الفيديو ونقيمه اذا كان حلو او لا. اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا انا كنت مطلعه البطانيه بتاعت اوضه النوم بتاعتي تتشمس في الشباك
ومطلعه الفرش بتاع الولاد يتشمس في البلكونه. بس مجرد بس ساعه زمن كده ياخد من تشميسة الشمس كده وينتعش الفرش كده وحس ان هو سخن كده او دفي، ادخله واقفل الشباك واقفل البلكونه عشان التراب. احنا عايزين نحافظ على ايه، على الدهانات وعلى الحيطان وعلى تعبنا اللي احنا تعبناه. مش عايزين نفتح ليل ونهار الشبابيك والبلكونات ونطرب الدنيا والدنيا تتبهدل معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. برضو نفس الموضوع في الصالة التانية، جبت المطبخ كده كنس بالصالة كلها، بمنطقة الكنب دي كلها. اللي بيقول ام يوسف اعملي المكان ده يعني زي كده ايه، مكان قريب من المطبخ، فاعملي فيه سفرة فيبقى اكلكم وشربكم كله في المكان ده، والصالة تبقى لقعدتكم بس. فانا حابة الفكرة دي والله، حابة ان انا انفذها، بس صعب عليا في الفترة الحالية في اولويات. يعني خلينا في المهم في الاهم. لا خلينا في الاهم فالمهم. سامحوني، خلينا في الاهم فالمهم. فانا عندي الاهم دلوقتي، الاهم من اي شيء هو مثلا ايه، اوضه الولاد سواء اوضه الولاد لولادي، اوضه لرودي، بس مثلا اقفل الشاور السباكه بتاعته. كل دي حياتي المهمه اللي انا اسعى دلوقتي ان انا اعملها. اما الكماليات التانية زي السفرة، زي ركنة، زي مش عارفة ايه، الحاجات دي كلها دي كماليات اقدر ان انا اعملها. يعني انا مش متضررة من عدم يعني ان انا اعملها دلوقتي، من عدم وجودها مش متضررة منه. مش مشكلة، بنمشي نفسنا هناك بالكنب والقعدة اللي هناك عند المطبخ. وكمان ايه، اللهم صل على سيدنا النبي، الصالون سادد معانا في الصالة اهو. فماشيين حالنا بالحياة اللي موجودة دلوقتي. تمام. فان شاء الله باذن الله، باذن واحد احد، دعواتكم كده معايا ان انا اخلص الحياة المهمة زي ما قلت لكم، والباقي كله سهل. بعد ما خلصت كده وكنست الشقة كلها، دخلت كده عشان ايه، اعمل لهم فطار. كان العيش جاي لنا طاسة من الفرن، احطه في كيسة كده عشان ما ينشفش. وكان الولد جايبين من المطعم طعمية، يعني اكل شعبي وكده. فهنعمل سندوتشات كده نفطر بيها، لان احنا فطرنا يعني يعتبر كده فطار على غدا، لان كان خلاص الظهر قرب جدا. فهو فطار على غدا. انا مفكره ان هم يجيبوا لنا بتنجان وبطاطس والكلام ده كله يعني زي كل مره، اتضح ان هم يجيبوا لنا طعميه بس. فقلت خلاص مش مشكله، طلع مخلل من اللي انا عندي واعمل لهم سندوتشات طعميه كده بمخلل وايه، وفيه كمان جبنه، اللي عايز ياكل سندوتشات جبنه. ونمشي حالنا كده لحد ما ابو يوسف يجيب لنا الطلبات من بره، ونشوف هنعمل اكل ايه النهارده. طبعا عندي شويه مواعين محترمين عايزين يتغسلوا، بس عندي غسيل، فاغسل الاول، او بمعنى اصح اشغل الغسالة على بال ما دورة الغسيل تاخد وقتها اكون انا غسلت في المواعينات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي بيقول الغسالة منظرها مش حلو هنا، هي فعلا منظرها مش حلو هنا. احنا كنا حاطينها بس عشان تبقى قريبة من المية السخنة، لان المكان اللي هناك مفيهوش مية سخنة. محمود لازم يحط ايده كده، لازم يحط بصمته. انا حطيت مسحوق وهو حط لي كمان تاني. انا بحط مسحوق يعني في اول الغسيل، وبعدين كل شويه بزوده. تمام. بص، اللهم صل على سيدنا النبي. هنا في الاول بحط الفواتح كلها والالوانات الفاتحه والهدوم البيضاء، وبعدين الغوامق وكده يعني. فانا كنت هنا بفرد الغسيل وبحط على طول ومشغله الغساله. بصي يا بنات، الغسالة هناك مكانها حلو جدا وقريبة من البلكونة عشان تبقى سهل عليا في نشر الهدوم وكده. بس هناك لسه السباكة ما كملتش، وكمان لسه ما ركبناش سخان، فهي محطوطة هنا مؤقتا. بص بقى الحوار اللي بيتكرر يعني كل يوم ده، اللي هو كلاكيت 10 مرة في نفس الأسبوع، مش 7 مرة في الأسبوع، لا 10 مرة في نفس الأسبوع. هو إن أنا كل يوم أشيل الغسيل اللي على الحبال وانشر غيره. هو ده نمط حياتي، هو ده كده يعني بشكل يومي. لان الولاد بيغيروا هدوم كتيره، هدوم الشتا انت عارفينها. وبصوا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يعني 7 افراد كل يوم يغيروا، ف7 غيارات مع عمليات السرير، مع فرش جاي من هنا، مع مفرش مش عارفه منين. فتلاقوا يعني بصوا، يا دوبك انا بفضل غساله بعد ما بخلص غسيل، الله اكبر الله اكبر، يدخلوا ياخدوا شاور الاقي الغساله اتملت تاني. فاللي هو كل يوم على نفس النمط ده، كل يوم اشيل الغسيل اللي على الحبال وانشر الغسيل اللي بيتغسل في الغسالة، ده بشكل يومي، ده روتين يومي. اللهم صل على سيدنا النبي. فانا الموضوع هيبقى سهل عليا فعلا لما ان شاء الله اخلص السباكه بتاعه الشاور اللي هناك. وكمان الكهرباء لسه برضو توصيلات الكهرباء ما خلصتش، فخلص الكهرباء وخلص السباكه واركب سخان هناك. الموضوع هيبقى سهل عليا ان شاء الله، ربنا يسهل علينا كل عسير يا رب. وقتها هنقل الغسالة هناك وايه واغسل هناك. تمام. ده غير برضو على فكرة الغسالة هنا مش مريحة، لان لما يعني بتطرطش مية في مية بضطر ان انا افتح اعزكم الله الحمام عشان خرطوم المية اللي هو بيتصرف المية يدخل فيه.
فالميه بتبهدل الدنيا وكده. يعني يوم الغسيل ده هو كل يوم غسيل، بس اليوم الساعه اللي انا بغسل فيها دي لازم وراها مسح على طول، وراها ان انا اشيل الفرش بتاع الصاله وامسح كده. يعني هبدأ أرتب الهدوم، هدوم الولاد في ناحية، والملايات السرير في ناحية، والفوط في ناحية، والحبايات بتاعتي في ناحية، والباجين في ناحية. اللي هو بص أطبقها من هنا من وأنا واقفة كده عشان أسهل على نفسي، ما بحبش أخدها وأحطها على السرير وأقول إيه بطبقها كمان شوية. خلصت وفرشت الفرش هكسل. كله بعد ما نفضته طبعا وشمسته. فرشت هنا وخلصت غسيل اهو، فرشت الطرقة وفرشت المطبخ ومسحت الرخام، بس فضل عندي المواعين، يعني كله اتمسح واتظبط اهو، فضل عندي المواعين. عايزه اقول لكم كمان ايه، ان الغسيل لسه هنشره، لسه شايفين كميه الغسيل عامله ازاي. يعني ثبت الطبق بتاع الغسيل ده والطشت بتاع الغسيل ده مليان، وكمان اهو لسه فيه تاني اهو على الكنبه. اللهم صل على سيدنا النبي. على بال ما خلصت غسيل انا وكده، كان ابو يوسف راح غير لنا الدفايات، جيب لنا اللي هو الايه، مش الثلاث شمعات، لا الشمعتين، لان الثلاث شمعات لقيت ان هي اللي بتعمل جفله في الكهرباء، وهي اللي ضربت كده وعملت شرار، وكان ممكن لا قدر الله تعمل لنا مس كهرباء في البيت كله. لكن دي شغاله حلوه يعني زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. فهم غيرهم الاثنين، غيرهم وجاب دول بصوا اهم، وهناك طبعا يربوهم له فشغالينه زي الفل. كمان ايه، شديت الكنب ده ونفضته. والكيسه السمرة دي فيها لحمه، بيوسف جايب لنا لحمه، فانا هطبخ دلوقتي برضو، بس هنشر الغسيل. انا قلت اوريكم كده الدنيا عندي عامله ازاي. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. مسحت على فكره، بس ما صورتش الحته دي، مسحت الشقه كلها وفرشت الفرش ده كده اهو. فاتحه الشباك ومطلعه البطانيه تتشمس، لان البلكونه فيها البطاطين بتاعت الولاد والالحفه اللي بتغطوا بيها اهو زي ما انتم شايفين كده. الاوضه دي هي فاضيه، بس برضو كنستها ومسحتها، والبلكونه حاطه فيها البطاطين واللحافات والكلام ده كله يتشمس. وهنا ايه، خلاص ده ملناش علاقه بيه، ده الشاور ملناش علاقه بيه. هنا اوضه الولاد برضو هي كمان اللهم صل على سيدنا النبي، كنستها ومسحتها. الدولاب بتاعهم هنا محدش يتريق عليهم محدش يتريق لو سمحتوا، ده الدولاب بتاعهم. برضو فاتحه الشباك وحاطه البطانيه والمخده تتشمس. الشمس ما شاء الله حلوه النهارده. اللهم صل على سيدنا النبي. اوضه النوم بتاعتي رشيت معطر وشغلت المروحه عشان تهويها، وشديت الفرش وظبطتها وقفلتها كده عشان ايه، تفضل نظيفه، يعني محافظه على نظافتها. بس فانا كده خلصت الحمد لله. اللي فاضل معايا بس ان انا انشر الغسيل اللي انا غسلته ده، وكمان ايه، اللهم صل على سيدنا النبي، وندخل على المطبخ ونشوف اللي ورانا، يعني هنكمل يومنا ازاي. فخليكم معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما خلصت كده زي ما شفتوا، وريتكم الدنيا عندي عملت ازاي واترتبت ازاي، دخلت على المطبخ اخلص بقى بقية المهمة بتاعت اليوم. بصوا، كان عندي هنا طماطم من الاول في التلاجة، وكان عندي طماطم ابو يوسف جايبها لي، ما شاء الله ما شاء الله. الطماطم الايام دي حلوة جدا ورخيصة، ففرصة ان احنا نخزن، مش لرمضان بس، لا ده للصيف، لان في الصيف الطماطم يعني طبيعي بترفع، فحرام ان تبقى بالسعر ده قدامنا دلوقتي ونسيبها، وبعدين نشتري كيلو الطماطم ب20 و25 جنيه، هو دلوقتي الكيلو 5 جنيه. فانا شويه الطماطم انا في الاول شوحت اللحمه وحطيتها تتسلق، والطماطم اللي كان عندي حطيت الطماطم الجديده اللي لسه ابو يوسف جايبها لنا طازه حطيتها في التلاجة. اما الطماطم اللي عندي في الاول فدي حطيتها كده في البوله دي. ودي هعمل ايه بيها، دي اللهم صل على سيدنا النبي، هصلصلها، هعملها صلصه. تمام. وقلت اغسل كده المواعينات الاول عشان اعرف ان انا اغسل الطماطم واروج الدنيا حواليا. يعني بصوا، الواحد بيستغل كل لحظه، في اللحظه اللي مثلا اللحمه بتستوي فيها انا كنت اغسل المواعين، اللي في اللحظه برضو اللي كنت الغساله شغاله فيها انا كنت مثلا بروج بمسح الرخام كده، يعني عشان بس اكسب وقت. ده حال اي واحده لوحديها، معهاش بنت تساعدها ولا معهاش ايه، اللهم صل على سيدنا النبي، حد معاها يساعدها. الله المستعان، ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. بصوا يا بنات، اللهم صل على سيدنا النبي. الطماطم عشان بس ان انا اكسب وقت برضو، انا كنت بغسل المواعين، فعشان احط لها ميه كنت حاطه لها ميه مشغله حنفيه الفلتر عليها عشان تعبي ميه كده وتتناجح معايا على بال ما اخلص غسالات المواعينات، غسيل المواعينات دول مش غسالات المواعينات انا خربت الدنيا. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. اما شويه المواعين دول فكالعاده يعني مش هياخدوا معانا وقت.
في نصيحة أنا عايزة أقول لكم عليها، اتكتبت لي في كومنت، وأنا عايزة أقول لصاحبة الكومنت لو هي بتسمعني إن أنا عجبتني جدا نصيحتك. فبتقول لي يا أم يوسف، بما إن الرخامة عالية وإحنا حاسين بتعبك وكده، بنصحك إن أنت عايزة تنزلي الحوض، ومش هينفع تنزلي رخامة البار كلها. ففي فكرة ان انت تبصي الجزء اللي حوالين الحوض بس، تسيبي البار كده، المكان اللفة دي بتاعت الرخامة تسيبيها زي ما هي بنفس ارتفاعها، اما بس الرخامة اللي هي فيها الحوض تجصيها وتنزليها لتحت بالارتفاع الطبيعي يعني، وتبقى كده عندك الرخامة على مرحلتين، مرحلة عالية ومرحلة في الارتفاع الطبيعي. بس اللي هي المرحلة اللي فيها اللي هي بتبقى نازلة لتحت دي في الارتفاع الطبيعي اللي هي منطقة الحوض، هتريحك في غسيل المواعين، هتبقى سهلة عليكي. والتانية مثلا لو انت بتستعمليها في التصوير او بتحط عليها الحاجات، يعني مش هتتعبك زي غسيل المواعين. فعلا انا عجبني الكومنت بتاعها، وهحط قيد التنفيذ في اقرب فرصة ان شاء الله، ان انا اجيب بتاع الرخام يقص لي الرخامة لحد الحوض بالظبط، يقصها لي ويخلع لي الحوض ده، ويروح منزلها لي شوية لتحت كده، ويعمل لي كده حاجز ما بين الرخامة العالية والرخامة اللي هي نازلة لتحت دي. يعني مش عارفة انتوا فاهميني ولا لأ، بس هي الفكرة عجبتني جدا، وزي ما قلت لكم كده هحطها قيد التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى، لأن فعلا أنا بعاني وبتعب جدا في غسيل المواعين وغسيل الخضار. انتوا شايفين أصلا ايديا، يعني اللي هو رفعها لفوق غير المستوى الطبيعي. المفروض ان احنا بنستعمل الحوض ايدينا بتبقى لتحت كده مش لفوق. هنا خلصت كده وعملت الطماطم، ولقيت اللحمه استوت ما شاء الله في نفس البوتاجاز وهو والع. احط الطماطم اللي انا كنت غسلتها وقطعتها بالشكل ده تمام، من غير ميه ولا اي حاجه، هي تبدا تنزل ميتها لوحدها، وتبدا تتصلصل معايا تغلي كده وتتهري معايا، وبعدين اضربها في الخلاط واديها غلوه كمان وتسبيكه كمان، وكده معايا صلصه جاهزه للاستعمال. احطها في برطمان، واحطها في التلاجة في علبه، احطها في اكياس وعينها في الفريزر براحتي، يعني على حسب استعمالي. بس انا بالنسبه لي والله يا بنات، انا لما يكون عندي صلصه زي كده بحطها في اكياس واحطها في الفريزر. ليه؟ لان هي دلوقتي يعني انا هصلصلها واعملها واستعملها، ما هي رخيصه وماليه الدنيا، وكل يوم يعني ما شاء الله في السوق ماليه الاسواق دلوقتي، فاستعملها دلوقتي اللي انا هصلصله واستعمله دلوقتي، ويجي في الصيف الطماطم تغلى وملاقيهاش، او مثلا في رمضان اكون مستعجله وعايزه اعمل فطار فلسه اطلع طماطم واخلطها في الخلاط، لا فانا خليني اسهلها على نفسي، اللي انا هعمله دلوقتي اعينه لبعدين. قشرت هنا كام بطاطسايه على بصلايه كده عشان نعمل الطبيخ بتاعنا اللي هنطبخه النهارده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا يا بنات، شايفين ايديا مرتفعه ازاي عن الطبيعي؟ فانا على بال ما اعمل حاجه كده على الرخامه، اعمل اكل مثلا او اصور او استعمل الرخامه دي، عايزه اقول لكم بيبقى فيه الم رهيب في ايديا، ان انا رافعاها عن المستوى الطبيعي اللي المفروض ان ايديا تبقى فيه. بس انا عجبني فعلا الكومنت، وقلت ان انا صاحبه الكومنت بتقول لو شفت الكومنت بتاعي رد عليا، فانا للاسف ما الكومنت ضاع مني، مش عارفه يعني في الكومنتات الكتيره اللي بتوصلني فمش عارفه اوصل له، فانا رديت عليها من خلال الفيديو بقول لها شكرا على نصيحتك، وان شاء الله هتكون قيد التنفيذ في اقرب فرصه باذن الله تعالى. الطماطم هنا بتغلي معايا اهو زي ما انتم شايفين. انا هعمل النهارده بطاطس يعني هعملها بالثومه والبصل. كتير ممكن يقولوا ام يوسف ليه مش بتدخلي البصل كتير في اكلك؟ لا بندخله، بس مثلا التجليه بتاعت الفاصوليا والبسله، احنا بنعمل التجليه او المرق عندنا هنا في الصعيد اللي بناكله بالفطير او بالرجاج الطري. في بعض الحاجات كتير بندخل فيها البصل، بس عندنا في اكلات معينه احنا خلاص اتعودنا ان هي بتطش بالثوم مش بالبصل، تمام؟ فعلى حسب كل حد ما اتعود يعني. اللهم صل على سيدنا النبي. عملت كده البصلايه اول ما يعني اخدت لون اصفر معايا، حطيت لها معلقه توم كده، اول ما ريحه التوم طلعت معايا ضفت شويه صلصه كانوا عندي في التلاجة، وعملت شويه ملوخيه كده. اللي بيقول لي برضو ام يوسف هو انت الملوخيه دي اساسي عندكم في الاكل ده، عامله زي الشوربه يعني طبق اساسي على السفره، او عندنا طبق اساسي على السفره حتى لو مش هيتاكل، بس لازم تعملي اي صنف طبيخ ومعاه طبق كده ملوخيه. بس والله حلوة يعني، ولادي بيحبوها. تمام. هنا كنت بحط فلفل اسمر على التسبيكة بتاعة البطاطس اللي انا هعملها، وكنت سايباها تتسبك كده مع بعض، البصلة مع اللهم صل على سيدنا النبي، مع التوم مع الطماطم، صلصة الطماطم بس كانت كمية قليلة، فاخدت شوية من الطماطم اللي هي اتهرت معايا دي وغليت معايا زي ما انتم شايفين، ضفتها عليهم، بس هضربهم بالهاند بلندر كده
عشان انعم بس الطماطم اللي انا لسه ضايفاها. تمام، يعني عملت التسبيكه بتاعه البطاطس من الطماطم اللي انا لسه بسبكها دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارفعها على النار تاني تتسبك كمان شويه، وفي الوقت ده اقطع عنها البطاطس مكعبات. تمام، هعملها مكعبات صغيره كده. والملوخيه كنت خلصتها، بس مش باقي غير الطشه، وانا مجهزه لها التومه كده بتاعتها، بس هطشها في اخر لحظه كده يعني خلاص، اللي هو في الاخر بعد ما تغلي كده، عشان ما احطلهاش الطشه وهي بتغلي على النار فالطشه تسقط في قلبها. انا عايزه الطشه يبقى ليها طعم كده وتبقى باين على وش الملوخيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد ما غليت معايا كده الملوخيه، ما خليهاش تغلي كتير عشان ما تسقطش مني. هبدا ان انا احط الطشه على النار، التومه والسمنه، واطشها. وفي الوقت اللي التسبيكه بتاعه البطاطس بتتسبك، انا كنت بقطع البطاطس زي ما انتم شايفين. اما الطماطم اللي انا حطاها دي دلوقتي برضو كمان هي يعني استنى عليها تبرد شويه، وبعدين بالهاند بلندر كده اروح ضرباها ومنعماها كويس، واسيبها تتسبك، وكده تبقى معايا الصلصه خلصانه. اللحمه كده يا بنات جربتها كده على البطاطس عشان اطلع اللحمه احطها في البطاطس وازود الشوربه كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه اقول لكم ان تحضير الاكل اللي هو الطبيخ ده يعني اسهل من السهل معايا، انا ما بياخدش وقت وبنجز فيه بسرعه، اسهل من تحضير الاكل الشعبي. تمام، بس الصراحه اللي بناكل فيه احنا وبنحبه اكتر الاكل الشعبي، انما الطبيخ والكلام ده كله يعني ولادي ملهمش فيه. حطيت كده طشه شويه منها على الملوخيه، وحطيت معلقه على البطاطس، وحطيت معلقه على الشوربه، يعني استغليت بالمره كده. بس كده يعتبر انا خلصت الطبيخ، يعني انا كده طبيخي خلص. تمام، ظبطت شايفين لون الشوربه حلو ازاي، ظبطت الملح بتاع الشوربه عشان اللي حابب ان هو يشرب طبق شوربه كده يبقى مظبطه على الملح وكل حاجه. جبت هنا الهاند بلندر وبدات ان انا اضرب كده او اخلط الطماطم اللي انا كنت غليتها معاكم. انا كده خلصت على فكره صلصه الطماطم، لان هي هتاخد لها غلوتين 3 على النار وخلاص اسيبها تبرد واعبيها في اكياس. فشوفوا استغليت بدل ما طماطم كتيره في التلاجة وكده، فلا استغليت اللي عندي. يعني دايما كده ست البيت الشاطره تفتح تلاجتها تشوف الخضار اللي عندها هيدبل، تستغله، تفرزه، تستعمله وتجيب جديد. يعني لو جايبه جديد خضار جديد ما تستعملش الجديد، تستعمل الاولاني اللي كان عندها. اللهم صل على سيدنا النبي. بنات تقعد تستهتروا بنعمة ربنا ان هي مثلا الايام دي حاجات رخيصة وكده فتبذروا فيها وتعملوا، لا بصوا حرام، هي النعمة نعمة سواء غالية رخيصة موجودة في السوق، شحة مش موجودة، هي النعمة نعمة. يعني ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فحرام ان احنا نبذر ونرمي في الحاجة او نستعملها باسراف يعني ونقول ما هي رخيصة، لا بالعكس، رخيصة غالية دي نعم من نعم ربنا علينا. بدأت ان انا اغرف الاكل. بصوا الشوربه يا بنات عامله زي الكهرمان كده، صفرة كده وحلوه ما شاء الله. اللحمه بقى يقولوا لي ما تحطهاش في البطاطس، احنا عايزينها خفيفه كده، يعني عايزينها مسلوقه. طب احمرها لكم، فقالوا لا ما تحمرهاش ولا تعمليش اي حاجه فيها، رشه ملح عليه ورشه فلفل اسمر، وعايزينها خفيفه كده. وغرفت مخلل وشوربة وملوخية وبطاطس وحبة ملح كده وحبة فلفل أسمر على اللحمة من فوق. وكده خلصت الحمد لله يومي، وخلصت الأكل اللي أنا يعني كنت بعمله لهم، ومطبخي متروج وغسلت غسيلي وما شاء الله تبارك الله. الواحد آخر اليوم كده يعني بصوا بيحس إن الحمد لله أتم المهمة بتاعت اليوم على أكمل وجه، بس محدش يطلب مني حاجة تاني. غسيل وغسلنا وطبخ وطبخنا ونضيف ونضفنا، محدش يطلب مني اي حاجه تاني. بس كده الحمد لله بقى انا خلصت يومي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات تانية باذن الله، باذن واحد احد. وانا منتظره برضو رايكم في الفيديو ورايكم في كل كلمه احنا اتكلمنا فيها في الفيديو ده. اشوفكم على خير.